عشان اسهل على الناس وعشان اسهل علينا وكل حاجه احنا دايما بنحب نعمل ايه؟ حازم حاول تبتسم وبينك بتحبني وكده. عمر اخويا الكبير قدوتي بحبه جدا. هو في مقام بابا في غيابي. بابا هو الشمس اللي بتنير. خلاص يا حازم لا بجد بابا عشان اسهل الموضوع ما نقعدش بقى نحفظ قواعد وايه بيجي مع النفي وايه بيجي مع الاثبات والجو ده كله ونتعب. طبعا عشان نفهم الكلمات دي احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نربطها بكلمات احنا بنستخدمها كل يوم. الكلام العربي بتاعنا الكلام المصري بتاعنا كده. ايذر هنسميها ايه؟ حاجتين، يا اما كلمه يا اما كلمه كمان. ونيذر هنسميها حاجتين برضه بس هي نفس الحاجه، يا اما لا ده ولا ده يا اما ايه؟ لا ده ولا ده. يا جماعه احنا شرحنا مبسط جدا. والله سهله. بص نيذر يعني ايه؟ لا ده ولا ده، بس ممكن تقولها لا ده ولا ده فتشيل ده مثلا وتحط لا الشاي ولا القهوه. ممكن تقولها بسرعه ايه؟ لا ده ولا ده. وضحت كده. صح؟ لا وسيف هنسميه يا اما كمان. تمام؟ يا اما كمان. طبعا انت لا ده ولا ده ولا ده ولا ده وكله نفي وكده وحاجات مقرفه عشان انت حازم وايه ودبش وبتقعد تقرفني وبتقعد تحب تصور معايا فيديوهات. وسيف مقرف برضه بيحب يصور معايا فيديوهات بس عامل فيها ايه كانه بيحب يصور معايا فيديوهات. فيا اما كمان. قولوا لنا في الكومنت انتوا زي مين. احنا هنتكلم على كمان معناها ايه؟ تو also either زيهم بس في فرق ان either بتستخدم امتى؟ مع النفي. معناها كمان مع النفي. يعني لو جاي عايز اقول لك مثلا ايه I don't have any money ممكن تقولها بس زي I don't have either. I don't have either. او ممكن تطولها عادي تقولها I don't have any money either. فاهم الفكره؟ اللي هو معناها to بس في النفي. ماشي. معناها زي ايضا بس ايه؟ في النفي either. يبقى I don't have any money either. انا كمان مش معايا فلوس. لو جينا بقى نجيب حازم I don't have any money وانا كمان مش معايا فلوس. سيف قالها بطريقه شيك. قال ازاي؟ I don't have any money. قال I don't have any money either. وانا مش معايا فلوس انا كمان. انت بقى تخش ايه؟ دبش. neither do I ولا انا كمان. فاهم اللي هو ولا ده ولا ده. فتقوم قايلها بسرعه كده. neither do I. مش neither do I عادي لا neither do I. neither do I. اللي هو مش هتقول حتى الجمله كلها. هتاخد neither وتحط بعدها فعل مساعد سواء do او have او ايا كان حسب الجمله اللي اتقالت ايه وبعد كده ايه I او we او ايا كان neither do I. انا لسه بقعد اقول لك الجمله كلها وحتى في الاخر either واقرفك وبتاع وباين بتاع انا ايه؟ دبش. انا بقى دلوقتي هقول لكم جمله وعايزكم انتوا الاثنين تردوا عليها. I have never been to Spain. اللي انا هعمل على كتفه الثاني ينزل الواحده والثاني هو اللي يقول I have never been to Spain. يلا لا انت اللي تسيب البتاع وحاسس سيف ولا نزلت. انت غبي ولا طب ما انت ما نزلتش يا حب. I have never been to Spain. عمر اتخبط على كتفه طبيعي ولا ينزل؟ لا خلاص على كتفه قالوا لك اتكلم انت اللي هتنزل. لعبه جديده يلا I have never been to Spain. والله ما عارف. كمل تقول عمر ما تلخبط. ما تقول مين اللي هينزل؟ انا لما اخبطك انت اللي هتتكلم مالكش دعوه بالتاني. هو يعني نزل. انا هخبطك انت اللي هخبطه يتكلم والتاني ينزل. يعني اعمل ليه دي؟ هتتكلم ما هتتكلم تخبط في عليا ولا على سيف يا عمر؟ هتتكلم يعني انت اللي I have never been to Spain. نزل ما اتخبطتش نزل. بص هو بيعمل مره اللعبه ازاي اللي ما اتخبطش ينزل. اللي ما اتخبطش انا ولا نزل انا فوق. ايوه بالظبط. عارف هو يخبط على كتفي فانا افضل ماشي. I have never been to Spain. يا ابني الفكرة انك تتكلم دلوقتي. I have never been to Spain. I have never been to Spain either. شاطر جدع. اكيد مش هيغفلني المره دي. انت اللي هتنزل صح؟ مش هينفع اغفلك بقى المرة دي. I have never been to Spain. انت ازاي غبي كده؟ والله العظيم ما كنت قصدي. والله ما بهزر نسيت. I have never been to Spain. neither have I. neither have I. عملت ايه بقى؟ جبت neither في الاول. either بتيجي في الاخر لانه محترم بقى وبيحاول يجيب اللقه في الاخر انما neither ايه؟ دبش. شاطر يا حاج. فبالتالي neither جت في الاول وبعدين ايه؟ هتقول بقى الجمله كلها تقعد تقول neither I haven't gone to Spain to ولا تعملها ازاي؟ neither have I. ايوه neither have I. لا القرف. لسه هطبطب. المهم فهمنا لما الجمله تيجي كامله بهي ودازنت ولايك والفيرب وكل حاجه تبقى ظاهره في الجمله بجيب ايه؟ بجيب either واحطها في الاخر. انما لو عايز اجيب neither بتبقى بنفس المعنى بالظبط وكل حاجه. مش دي عكس دي ولا حاجه. هي دي بس دبش شويه. بتتقال 3 4 كلمات. I don't have money بقى ايه؟ ابقى زي حازم اللي هو حد جرسون او حد شخص لطيف. حازم عايز شاي ولا قهوه؟ حازم هيقرفه ويقول له ايه؟ لا ده ولا ده. يا ابني بقى يا ابني ما انت اللي عايز. ده قال حازم. لا ولا لا قال
عادي. وبعدين قولها بالانجليزي. مش هتسالني. ما انت انا عايز لا شاي ولا عايز قهوه، اقول ايه؟ I want neither tea nor coffee. I want neither tea Nor nor coffee. coffee. دي معناها انا عايز يا اما ده يا اما ده. ممكن ما يكونش عاوز الاثنين بس عامل فيها ايه شخص لطيف وبتاع وكده. ممكن يكون دبش زي حازم يقول لك على طول ايه I want neither tea nor coffee، يعني انا ايه انا لا عايز لا شاي ولا عايز قهوه. neither معناها يا اما ده ولا يا اما لا ده ولا ده. انما سيف معناها ايه either ليها معنيين، يا اما كمان وهي منفيه يا اما يا اما يا اما. وبس كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا تعالوا بقى لايك نعمل زي وشير لا ما هم لما بيطلعوا مع لايك شير كومنت. ايوه الجو ده. يلا ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك. لو بتحب سيف اكتر زود في اللايكس. يا ابني بقى لا ليه لازم تعقدها في كل حاجه؟ انت معقد على طول بتحب سيف اكتر. ليه؟ عجبك الفيديو التروما اللي عندك. عندك الفيديو هو ما تنساش. يا شكرا يا اسطى.